وقد كان على هذا الشأن تكرار التوحيد ومدارسة التوحيد، قد كان على هذا الشأن وهذا الحال كثير من العلماء، كلما فتح كتاب التوحيد مع نفسه أو مع إخوانه وطلبته يشرحه ويعلق عليه، وإذا ختمه يعيده مرة أخرى. كان على هذا كثير من العلماء، ومن هؤلاء العلماء الذين وجدناهم على هذا الحال العظيم وعلى هذا الخير الكبير شيخنا الشيخ صالح الحديثي رحمه الله تعالى، وقد توفي قبل 2 تقريبا، وهو من علماء المدينة. كان يدرس في المسجد النبوي، أدركناه في المسجد النبوي يشرح كتاب التوحيد ويعلق عليه بتعليقات يسيرة ومفيدة نافعة، وإذا ختمه يعيده مرة أخرى، حتى توفاه الله عز وجل على هذه الحال. توفاه الله وهو قد ختم التوحيد مرات ومرات، رحمه الله تعالى رحمة الأبرار. أول كتاب التوحيد أردده من 10 سنين أو 11 سنة. الحمد لله. كتاب التوحيد كما أكملناه رجعنا أعدناه رغبة من الطلاب وحرصا مني أيضا. نعم. لأنه الكتاب هذا ما أرى أحسن منه وأولى منه، لأنه يصلح للزوار والحجاج والطلاب الحاضرين في المدينة. نعم. نعم. ولا أحد يستغني عنه.